طريقة التلحيسة بالنشا ومعاها برضو الآثار كلها كاملة هقولها لكم عشان برضو تعتمدوها عند حضراتكم في البيت. أول عنصر للتلحيسة لوجين دقيق، بنحطهم في قلب الحلة بالطريقة ديت كده، وننزل على الدقيق بتاعنا بسنة فلفل أسمر وكمون وشوية كزبرة وسنة ملح، ونعصر ليمونة كمان، وهنجيب معلقتين كبار من النشا، وهنضيف معلقة كاري أو كركم اللي موجود معانا، وبعد كده هنقلب الخليط ونبدأ بقى نخفها بشوية مية واحدة واحدة كده بالمضرب او باللوج، ويطلع القوام بتاعها زي ما هنشوف كده. طيب هنعمل ايه؟ هنذكر الله ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحط لايك جميل للتلحيسه الحلوه الجميله ديت اللي بتخلي السمك بتاعنا دايما مقرمش كده من بره واخد اللون الذهبي، واللي بتحافظ برضه على الزيت وتوفر. اعملوا مشاركه للفيديو ده كده عشان برضه هتحتاجوه على صفحتكم، وخلوا الناس كلها اللي ما تعرفش الطريقه ديت برضه تعرفها، رغم ان الفيديوهات بتاعتي عملت ترند في التلحيسه العاديه وتلحيسه النشا اللي هي ديت كده، ولكن في ناس جديده برضه بتسال يعني ايه تلحيسه، وديت طريقتها يا جماعه. وهنا برضه بعمل خليط للدقيق اللي همشي فيه السمك، وان شاء الله في الايام القادمه باذن الله هنعمل اسماك كتيره مقليه بالتلحيسه العاديه وتلحيسه النشا. اعملوا متابعه واشتراك في القناه. اهم حاجه عندي احفظوا الفيديو ده عندكم عشان تجربوا الطريقه ديت في البيت وهتعجبكم ان شاء الله. في جديد انتظروني يا غاليين، ومنتظر رايكم في التعليقات واللايك والشير بالله عليكم ما تنسوا. سلام عليكم.